ليس السرطان مرضاً منفصلاً عن الجسد، بل هو صرخة خلية اختنقت من بيئتها. هو رسالة تقول: لقد فقدت التوازن. تؤمن باربرا أونيل الممرضة الطبيعية والمعالجة الأسترالية الشهيرة أن السرطان ليس عدواً خارجياً جاء ليهاجم الإنسان، بل هو نتاج بيئة داخلية غير صحية، نظام غذائي ملوث، فكر مضطرب، وأنسجة تغمرها السموم. رسالتها ليست في مقاومة الورم، بل في إعادة الحياة إلى الخلية، لأن الجسد كما تقول قادر على الشفاء إذا وفرنا له الشروط التي يحتاجها: هواء نقي، ماء نقي، غذاء حي، وهدوء نفسي. الفصل الأول: بداية القصة داخل الخلية. كل خلية في جسد الإنسان تحتوي على نواة فيها الشيفرة الوراثية DNA، وعدد من الميتوكوندريا، وهي محطات الطاقة. في الظروف الطبيعية تعمل الخلايا بانسجام مذهل، تأخذ ما تحتاجه من الغذاء، وتحرق الجلوكوز بوجود الأكسجين، وتنتج الطاقة في صورة جزيئات ATP، وهي الوقود الحيوي للحياة. لكن عندما تتعرض الخلية لضغط متواصل، سواء بسبب التلوث أو الأطعمة الصناعية أو نقص الأكسجين أو التوتر المزمن، تضعف الميتوكوندريا، وتبدأ الخلية في تخمير الجلوكوز حتى بوجود الأكسجين. وهنا، كما لاحظ العالم أوتو واربورغ، تبدأ الخلية السرطانية في الظهور. قال واربورغ مقولته الشهيرة: السبب الأساسي للسرطان هو الاستبدال الدائم لاستخدام الأكسجين بتخمير الجلوكوز داخل الخلية. بهذا تتحول الخلية من كائن متزن إلى كائن أناني، يتغذى على السكر بشراهة، وينتج حمض اللاكتيك الذي يخلق بيئة حمضية خانقة. تضعف المناعة وتسهل تكاثر الخلايا الشاذة. الإنديق. الفصل الثاني: الحموضة والأكسدة، جذور الانهيار الخفي. يحتاج الدم البشري إلى توازن دقيق بين القلوية والحموضة pH 7.4. لكن نمط الحياة الحديث بما فيه من وجبات سريعة، سكريات، لحوم معالجة، توتر، وقلة نوم، يجعل البيئة الداخلية للجسم حمضية بشكل مزمن. في هذه الحالة: 1. ينخفض الأكسجين داخل الأنسجة. 2. ترتفع الجذور الحرة التي تهاجم 3. تتلف الميتوكوندريا فيضعف إنتاج الطاقة الطبيعي، وتبدأ الخلايا في الانقسام بشكل عشوائي دون توقف. فهي لم تعد تعرف الموت المبرمج أبيتوس، ولا تستجيب لإشارات التنظيم القادمة من الجسم. وهكذا تبدأ الفوضى الخلوية التي نسميها السرطان. الفصل الثالث: من الانضباط إلى التمرد، كيف تولد الخلية السرطانية. لنفهم التحول، علينا أن نرى كيف تفقد الخلية نظامها الطبيعي. 1. تلف الحمض النووي DNA بسبب الإجهاد التأكيدي والسموم الغذائية والمبيدات والمواد الحافظة. 2. تعطيل آلية الموت الذاتي. الخلايا الطبيعية حين تتضرر تموت تلقائياً، لكن السرطانية تعطل تلك الآلية لتبقى حية رغم الضرر. 3. فقدان التواصل الخلوي. تصبح الخلية معزولة، لا تطيع الأوامر، وتبدأ في إفراز إنزيم تذيب الأنسجة المحيطة لتتوسع. 4. صناعة أوعية دموية جديدة angiogenesis. حتى تتغذى أكثر، تجبر الجسم على إنشاء شبكة دموية خاصة بها. 5. الانتشار ميتاستس. تنفصل بعض الخلايا، تنتقل عبر الدم أو الليمف، وتستقر في أعضاء أخرى لتنشئ مستعمرات جديدة. ورقة متطايرة. الفصل الرابع: النظام الغذائي كدرع طبيعي. ترى باربرا أونيل أن الغذاء ليس علاجاً فقط، بل بيئة شفاء، وأن الجسم يمكنه مقاومة السرطان إذا توفرت له العناصر قلب أخضر واحد.
الأطعمة القلوية تساعد على موازنة درجة الحموضة وتحسين الأكسجين داخل الخلايا. الخضروات الورقية، السبانخ، الكرنب، الجرجير، الخيار، الكرفس، الكوسة، الأفوكادو. الليمون رغم طعمه الحامض لكنه قلوي في الدم. أحمر قلب 2. مضادات الأكسدة تعمل كدروع تحمي الخلايا من الجذور الحرة. فيتامين سي، الحمضيات، الفلفل الأحمر، الكيوي. فيتامين المكسرات والبذور. البوليفينولات، زيت الزيتون البكر، الشاي الأخضر، العنب الأحمر. 3. الابتعاد عن السكر المكرر لأن الخلايا السرطانية تتغذى عليه مباشرة. خفض استهلاكه يعني تجويع الورم ببطء. عشب 4. الصيام المتقطع يعيد ضبط الميتوكوندريا وينشوط الأوتوفاجي، وهي عملية تنظيف ذاتي للخلايا يتخلص فيها الجسم من المكونات التالفة. الصيام المنتظم يرفع المناعة، يقلل الالتهابات، ويمنع تحول الخلايا الضعيفة إلى سرطانية. الفصل الخامس: البعد النفسي حين تكون الأفكار غذاء للخلايا. الدماغ والغدد الصماء والجهاز المناعي مترابطة بشكل مذهل. الخوف، القلق، والحزن المزمن يرفعون هرمونات مثل الكورتيزول التي تضعف جهاز المناعة وتزيد الالتهابات الداخلية. تقول باربرا أونيل: الجسد لا يشفى في بيئة يغمرها الخوف، بل في بيئة يسودها الإيمان والسكينة. الإيمان، الدعاء، التأمل، والامتنان ليست ممارسات روحية فقط، بل أدوات فيزيولوجية تضبط كيمياء الجسم نحو التوازن. ميكروسكوب. الفصل السادس: مقارنة بين النهجين الكيميائي والطبيعي. العنصر العلاج الكيميائي. العلاج الطبيعي وفق باربرا: الهدف تدمير الخلايا السرطانية، إعادة التوازن للجسم ككل. الوسيلة مواد سامة توقف الانقسام، غذاء طبيعي، تنفس، صيام، صفاء نفسي. النتيجة قتل الورم مؤقتا، تصحيح البيئة الخلوية. الآثار الجانبية: إنهاك، تساقط شعر، ضعف مناعة. لا آثار سامة بل شفاء متدرج. التركيز على الورم نفسه على الجسم بأكمله. ترى باربرا أن الطب الحديث يجب أن يتكامل مع الطب الطبيعي، لا أن يقصيه. فالجراحة والعقاقير قد تزيل الورم، لكنها لا تزيل البيئة التي أنشأته. نبات الخبيزة. الفصل السابع: الفلسفة العميقة من مقاومة المرض إلى فهمه. السرطان في نظر باربرا ليس عقوبة، بل نداء من الجسد يطلب الإصلاح. حين يفهم الإنسان أن جسده ليس عدواً، بل شريكاً يصرخ طلباً للمساعدة، يبدأ الشفاء من الداخل. الشفاء الحقيقي لا يبدأ من علبة دواء، بل من قرار أن نغير أسلوب حياتنا، أن نتنفس بعمق، أن نأكل مما تنبت الأرض، أن نمنح عقولنا السكينة، وأن نؤمن أن الشفاء ممكن. عشب. الخاتمة: العودة إلى قوانين الطبيعة. تلخص باربرا أونيل فلسفتها بقولها: الطبيعة لا تخطئ، نحن فقط من انحرفنا عن قوانينها. حين نعود إلى هواء نقي، ماء خال من السموم، غذاء نباتي حي، فكر مطمئن، إيمان عميق، فإن الجسد يستعيد قدرته على الإصلاح الذاتي. السرطان لا يشفى من الخارج، بل من الداخل، عندما تتعافى الروح ويصفو الفكر وتستعيد الخلية توازنها. شرطة شرطة شرطة. نجوم ساطعة. خلاصة القول: رؤية باربرا أونيل ليست مجرد علاج، بل نظام حياة متكامل يرى في المرض دلالة على فقدان الانسجام بين الإنسان والطبيعة.